بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناة عالم أسماء الشمعة. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو وانتم بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله كما كتشوفوا معايا غادي نوجد معكم واحد غريبة كاوكاو. كما كتشوفوا راها كتجي رائعة. إذا نبقاو مع المقادير وطريقة التحضير. خديت واحد القصعه درت فيها واحد 5 ديال البيضات. بالنسبه للبيض الحجم كبير. وغادي نضيف واحد 2 كؤوس ديال السكر سنيده كيوزنوا بجوجهم 300 غرام. واحد نص كاس ديال العنبه ديال الزيت. واحد معلقه كبيره ديال الكاكاو المر. وغادي نضيف واحد 2 معالق كبار ديال الكونفيتير. الا ما كانش عندنا الكونفيتير نعوضوه بالعسل. بالنسبه لهاد المقادير هزوا لي كيلو 250 غرام ديال الكاوكاو. انا بغيت 100 حبه. كيلو ديال الكاوكاو كيعطي 80 حبه. انا بغيت 100 يعني درت كيلو و250 غرام ديال الكاوكاو. غادي نخلط مزيان حتى يذوب لي السكر ويتجانسوا مع بعضيتهم. وغادي نضيف واحد 2 ديال الخمارات حمرين من وزن 8 غرام، يعني بجوجهم كيعطيونا 16 غرام. وبالنسبه للكاوكاو عندي كيلو كما قلت لكم كيلو 250 غرام كاوكاو. ما حمرته ما والو، كاوكاو طحنته بالقشور خضر هكاك. انا خديت داك كاوكاو الرقيوق، كاوكاو البلدي. بالنسبه لهاد غريبه ملي كندير فيها كاوكاو محمر دغيا كتيبس. الا درنا كاوكاو بلا تحمار كتعطل وخاتبقى معاك حتى 2 ديال السيمانات ما كتيبس، ما كيوقع لا والو. بالنسبه لهاد الخليط اللي درت غادي يهز لي كيلو 250 غرام، راه مضبوط. غادي نبقى نضيف شويه بشويه حتى تجمع لي العجينه. هاد غريبه راه كتجي رائعه. كما كتشوفوا دابا راه تجمعات. غادي نخليها واحد 5 دقائق تنشف واحد شويه، حيت دابا راها شويه خفيفه. كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل. خديت واحد الطاوه ورشيت فيها الطحين، وغربلت واحد نص كيلو ديال السكر كلاصي في واحد الطبسيل. وغادي ندهن يدي بالماء زهر، وغادي نكور ونحط سكر كلاصي. الا بغيتوها تجيكم حلوه بزاف غطسوها كامله في السكر من الاسفل ومن الوجه ديالها. انا ما بغيتهاش تجي حلوه بزاف، غادي ندير لها غير الوجه ديالها في السكر كلاصي. بالنسبه للسكر كلاصي خدمت انا غير بسكر كلاصي عادي ديال 6 دراهم للكيلو. وإلا كان سكر كلاصي سبيسيال كتجي حسن من هكا. غادي نستمر حتى نعمر الطبسيل. غادي نخليها شويه في الطبسيل باش الوجه ديالها يشرب لي شويه السكر.
دابا غادي نهزها مسكر كلاصي وغادي نشرطها بواحد المويس. ما بغيتيش تشرطيها راه كتجي رائعه، كتجي مفروعه وكتجي زوينه. كما شفتوا كنهز الحلوى عامره بالسكر من وجهها، وكندير لها واحد 5 ديال الشريطات بالموس. غادي نستمر حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي. بالنسبه للطريقه ديال الطياب كنشعل الفران حتى كيسخن، فرن غازي. كنحط الحلوى من الفوق، العافيه من الاسفل. ملي كنشوف الحلوى تنفخات وبدات كتشق كنهبطها لتحت تكمل الطياب ديالها. هاد الحلوى راه ما كتعطلش، ما كتفوتش 4 ساعات في الفران كتكون طايبه. من بعد ما نساليها ان شاء الله غادي ندير لها واحد اللوزه في الوجه ديالها. ما بغيناش نديرو اللوزه كنخليوها هكا كتجي رائعه. هي الحلوى دابا من بعد ما ساليتها الفران راه عندي كيسخن مباشره، ما غادي نكملها، غادي ندخلها الطيب. كما كتشوفوا معنا هي الحلوى من بعد ما طابت كما كتشوفوا راها كتجي رائعه وكتجي معلكه ومقادير ديالها بسيطه. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.